ايه ازيك يا صديقي؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. فيلمنا النهارده يا صديقي شمال الشمال، بمعنى الشمال يعني بنت عندها 20 سنه بتدخل في علاقه مع 19 راجل لحد ما بتلاقي مجله بتقول ان البنت مستحيل تتجوز لما تعمل علاقه مع 20 راجل. عشان كده بتحاول تدور على الراجل الاخير اللي هيقع في حبها وتتجوزه. فتعالوا بينا مع بعضينا نشوف ايه حكايه الفيلم ده. لكن قبل ما نبدا اوعى تنسى اللايك والاشتراك في القناه، ويلا بينا نبدا الفيلم. وفيلمنا بيبدأ مع مية اللي صحيت من النوم بسرعة قبل حبيبها ما يقوم علشان تزوق نفسيها، علشان لما يصحى يشوفها حلوة وما يسيبهاش زي اللي قبله. لكن برضه صاحبنا التاني بيصحى من النوم وبالفعل بيسيبها وبيهجرها، وبيقول لها ان هو كان بيدور على علاقة لمدة يوم واحد بس وهي خلصت خلاص. وصاحبتنا بتبقى متعودة على كده وبتنزل الشغل بتاعها وبتكلم امها وبتقول لها ان فرح اختك قرب وانك انتي لازم تحضري. صاحبتنا بنعرف انها شغالة في مكتب، لكن لسوء الحظ هناك المدير بيستدعيها اول لما بتيجي وبيطردها على طول وبيقول لها ان احنا بس بنسرح عمالة وانت الوحيدة اللي هتتسرحي دلوقتي. وهي قاعدة بتقرا في مجلة وبتقول ان البنت اللي هتعمل علاقة مع 20 راجل مش هتقدر تتجوز مرة تانية خالص. صاحبتنا بقى الشيطان بدأ ياكل في دماغها وبدأت تكتب مين عملت معاها علاقة لحد ما العدد وصل لحد 19 راجل، وكده فاضل لها الرقم العشرين أو الراجل العشرين. راحت بقى الحفلة بتاعت خطوبة أختها، وهناك صاحبتنا كانت متضايقة وسكرانة وبدأت تتكلم كلام اللي هو المفروض على أختها علشان تجاملها، لكنها عكت الموضوع على الآخر خالص. وبيجي لها راجل بيحاول يقرب منها لكنها بترفض خوفا من انه يكون الراجل العشرين، وكده فرصتها في الجواز تنعدم. قعدت بقى مع اصحابها وقررت تلعب لعبه، وقالت ان كل واحد يكتب رقم الرجاله اللي نامت معاهم، وكله بيبقى حاجه صغيره 3 و4، لكن هي بيجمعوا الورقه بتاعتها 19 واحد. قعد يقول لها ان هي كده سهله وان هي كده عمرها ما تتجوز وكده، لكن قالت لهم على الكلام اللي في المجله وقالت بقى خلاص انا مش هعمل في علاقه مع اي راجل لحد ما الاقي الراجل المناسب علشان يكون الراجل العشرين. وفرحانه جدا، لكنها بتصحى تاني يوم مع راجل على طول واللي بيبقى مديرها في الشغل. وطبعا صاحبتنا بتحاول تزحلقه لانها اصلا مش بتطيقه، فبيجي جارها بقى وبيساعدها ان هو يزحلقه. جارها ده اللي اسمه ايسان اللي كان ساكن قصادها، واللي طبعا كان هربان من مزه هو كمان وكان بيستخبى عندها. هو طرد لها الراجل وهي خبته من المزه اللي كانت بتدور عليه. راحت بقى قعدت مع صاحبتها ليزا وحكت لها ان هي للاسف عملت العلاقه رقم 20، وان هي بقى خلاص بقى تتخن بقى بما انها كده كده مش هتتجوز يعني تاكل براحتها. لحد ما افتكرت راجل تخين كان حبيبها قديم، والراجل ده خس وبقى جميل جدا ومز قوي، فقالت ممكن ارجع له مره تانية. لكنها يعني بتصدم لما بتلاقي اللي هو معاه خطيبته اصلا وهيتجوز. صاحبتنا كانت مبسوطه في الاول لكنها خلاص يعني بعد كده قالت في نفسها طب ما انا ممكن ادور على راجل من العشرين اللي انا كنت معاهم اتغير وبقى احسن وارجع له مره تانية واتجوزه. وبالفعل بدات تدور على الانترنت عن اي راجل كانت تعرفه، لكنها للاسف ما قدرتش ترجع لاي واحد فيهم لانها ما لقتش تلاقي واحد فيهم. فطلبت المساعده من ايسان صاحبها، وطبعا ده بمقابل المقابل ان هي تهربه من البنات اللي هو بيدخل معاهم في علاقات على اساس انها تمثل ان هي حبيبته وان هو خانها معاها وهكذا يعني. وبالفعل بتساعده بكده مقابل ان هو يدور لها على العشرين راجل اللي كانت معاهم علشان ترجع لواحد فيهم. وصاحبنا ايسان طبعا بيلاقيها انها صفقه كويسه وبيضطر ان هو يساعدها علشان طبعا تساعده على طول. وفي نفس الوقت بقى صاحبتنا بتجهز لفرح اختها كما قلنا، وراحت لواحد بقى صاحبنا ايسان قدر يلاقيه لها كان شغال في بار، فبتبص عليه في البار فبتلاقيه بيعمل نفس الحركه لبنت تانية من 15 سنه اللي لما شقطها، يعني نفس الحركه ما اتغيرتش. فقالت ده واحد فاشل وانا عمري ما هرجع لواحد فاشل بيعمل نفس الحركات للبنات كل شويه يعني. فصاحبنا ايسان قال لها خلاص هدور لك على واحد تاني، وبدا صاحبنا ايسان يدور على واحد تاني، لكن طبعا الموضوع كان صعب في الاول، وكل ما يلاقي واحد يلاقيه متجوز اصلا وعنده عيال. فقرروا ان هم بقى يعملوا خطه وان هم يصفوا عدد الناس المتجوزين واللي مسافرين ويلاقوا الباقيين. ففضل في القايمه 10 اشخاص بس بيدور عليهم ايسان، لحد ما بيلاقي واحد كده على وش طلاق. فقال بقى تروح تقف جنبه وتواسيه كده. راحت قدام البيت بتاعه وعملت نفسها عبيطه لحد ما هو ما شافها واتعرف عليها وسلم عليها، وبتقول له ده ايسان صاحبي البيست فريند بتاعي لكن مش حبيبي يعني. فصاحبنا بقى بيفرح جدا وبيقول لها قشطه ايه رايك اعزمك على قهوه؟ فبيوافق. المهم بقى هو بيتكلم انجليزي جميل جدا جدا وهي بتحاول تقلده لكنه كره الموضوع وكرهها. وطبعا رجعت بقى لصاحبنا ايسان بتحكي له، وصاحبنا ايسان بيقول لها ولا يهمك يعني الف سلام عليك يعني، وبيحضنها وبيقول لها ما تقلقيش انا معاكي، وبيحط ايده على فبتقول له ايسان لمي نفسك ها احنا اصدقاء بس.
وتاني يوم بقى على طول زي ما قلنا بتروح تلاقي واحد تاني كان بيلعب في العرايس، يعني كان حبيبها برضه، لكنها بتروح بتلاقيه لسه فاشل زي ما هو بتاع عرايس وخلاص وبس. فبترجع بتقول الانسان الفاشل ده يا ايسان انا مستحيل ارجع له، انا عايزه واحد يبقى راجل، عايزه واحد يبقى اسد كده، وبتسيبه وبتمشي. بعد كده بقى بتروح تكلم ليزا صاحبتها وبتقول لها طب ايه رايك في ايسان؟ لكنها بتقول لها لا انا عملت مع 20 خالص، عمري ما اروح لل21. وبترجع هي وليزا للبيت عندها عند ايسان، وليزا بتقعد مع ايسان وبتتعرف عليه، وبتلاقيه اصلا عريان، وبتقول له ايه رايك فيا انا؟ فقال لها من شدة تتجوزي؟ قالت له بس ممكن افرح معاك عادي يعني. المهم هي بتساعده مره تانية بانها تطفش له بنت من هناك، وجاب لها المره دي واحد كده كانت عارفاه، وهو كان شغال دبلوماسي دلوقتي، يعني قرب يترقى يبقى وزير. والصاحب ده بتروح هناك المكتبه بيتعرف عليها وبتتعرف عليه، وهناك طبعا في المكتبه بيدعوها للعشاء الليله في حفله من السهراته، وبياخدها في الحفله وكانت مبسوطه جدا لانه جاب لها فستان شيك، لحد ما بيقول لها ان هو عايز يتجوزها، لكن بيقول لها على سر خطير ان هو شاذ وان هو لازم يتجوز علشان طبعا موقفه السياسي. فبتسيبه وبتروح البيت، فبتلاقي ايسان جمع لها التماثيل اللي هي بتعملها علشان طبعا يفرحها ويعمل لها كده حاجه جميله بعد الموقف اللي حصل لها يعني. وبيغني لها اغنيه وبيحاول يفرفشها وبياخدها معاها وبيقول لها ده مكان من الاماكن بتاعتي المفضله، وبيلعبوا كره السله، كل واحد يدخل باسكت التاني يقلع حته من هدومه، والاتنين طبعا بيتحدوا بعضيهم، وايسان عمال يقلع لحد ما طبعا قدر ان هو يعمل حاجه ويشلحها هو كمان. بعد كده الاتنين خرجوا مع بعضيهم وكانوا مبسوطين جدا، واليوم كان لذيذ على الاخر. وايسان لما روح بقى قال لها بقول لك ايه، ما تخليني ال21 اي حاجه يعني انا مقابل. وبالفعل ايسان بيبقى رقم 21، وبتبقى صاحبتنا مبسوطه، لكن طبعا ما بتحبش تدخل معاه في علاقه، وبترجع بقى لصاحبتها او لاختها اللي قربت تتجوز، وبتروح تحضر معاها كلام هناك. واثناء لما كانت شغاله على تمثال من التماثيل اللي كانت بتعملهم، مره واحده لقيت رساله على تليفون ايسان من واحد حبيبها كان قديم وكان عايز يرجع لها، لكن ايسان خبى الرساله عنها، فراحت اتخانقت مع ايسان وقالت له ان انت واحد كذاب، وان في واحد هو بيحبني وعايز يتجوزني، وانك انت بوظت كل حاجه. فبتزعق له وبتطرده، وبتاخد الرقم وبترن عليه، وبتقول له اهلا انا مية، وبتقول له على كل حاجه ان هي ممكن يعني موافقه ان هي تقابله وتتكلم معاه، وبتروح تلبس كده وتستعد علشان تروح تتكلم معاه. وبالفعل الراجل ده بيجي وبيبقى شاب وسيم جدا جدا، واللي بيروح لها وبيقول لها ان هو حاول يتواصل معاها، وان هو كان معجب بيها زمان، وان هو عايز يتجوزها او عايز يبقى على علاقه بيها، وبتاخده معاها البيت عندها، وبيندمجوا وبيعملوا واحد شاي بلبن. وصاحبتنا بتبقى فرحانه جدا، وبتروح بقى عشان تحضر فرح اختها الاخير، وطبعا بتفاجئ امها هناك وبتقول لها اللي انا ارتبطت اخيرا الحمد لله. وامهم بتبقى مبسوطه بيهم هما الاتنين جدا. وايسان او حبيبها القديم دوت قال لها هروح معاكي فرح اختك طبعا، لكن ايسان هو الوحيد اللي كان زعلان لانه خسرها خلاص. وبتقابله وكان هو رايح فرح حد تاني، ما بيرضاش يسلم عليها وبيسيبها وبيمشي لانه طبعا مصدوم. وبتروح بقى فرح اختها هناك علشان تبارك لها، وهناك طبعا كانت قابلت اللي هو حبيبها اللي هو الجديد اللي راح هناك، لكن صاحبتنا كل شويه عماله تفكر في ايسان اللي هو يعني انا زعلته وهو كان بيحاول يساعدني. والتاني بقى بيرقص معاها وكان سعيد جدا، وقال لها اللي هو عايز يقول لها على سر خطير جدا، ان هو عايز يتجوزها المره دي بشكل رسمي، وهي وافقت على الجواز. بعد كده طبعا كانت قاعده بتقول كلمه لاخت العروسه، والمره دي قالت كلمه كويسه. بعد كده قعدت مع التاني ده واعتذرت له، وقالت له ان هي مش هينفع تتجوزه لان هي مش بتحبه، وان هي بصراحه كده بتحب ايسان وهتضطر ان هي ترجع له. فراحت قالت لامها وقالت لها ان انا بحب التاني ولازم انا ارجع له، وسابت الفرح وجريت بسرعه علشان تلحق التاني بسرعه، وراحت طبعا تدور عليه في كل الافراح اللي موجوده في مجمع الافراح زي عندنا كده في مصر يعني، وركبت عجله وكل حاجه وطلعت معاه على المسرح تغني، وهو شافها. لكن طبعا الموضوع كان كوميدي شويه، بس الحمد لله الاتنين اترجعوا لبعضهم بعد اللي هي بتحبه، ومش فارق معاها عدد ولا مجله حتى لو طلع رقم 21، لحد ما واحد بيرن عليها من اللي هي عملت معاهم علاقه، وبيقول لها ان احنا نمنا ما عملناش مع بعض علاقه، وبيطلع ايسان هو الرقم ال20.